القط الضال ده خاطر بحياته ومثل إنه اتخبط عشان يلاقي بيت جديد يعيش فيه، ولسوء الحظ صادف واحدة طيبة خالص خدته معاها البيت وادت له كل حبها واهتمامها، ومع الوقت بقى قط تخين ولطيف. بس في يوم اتخبط بالغلط بعربية نقل ومات، ولما وصل السما ملاك قالوا إن لسه عنده 8 أرواح باقيين، وادوا له عقد وقالوا لو خلصت ال9 أرواح هتموت للأبد. بس القط مركزش كويس ووقع بسرعة واتولد من جديد، المرة دي على شكل غرير، حيوان صغير كده، ورجع تاني لحضن صاحبته. بس تاني يوم صاحبته أول ما شافته اتخضت وطردته، حاول يخوف حبيبها لكن الراجل تفاداه، فالقط خبط في سور كهرباء ومات تاني. رجع السما وهو غاضب واتولد تاني في شكل فار، حاول يرجع البيت لكن نسر خطفه ومات تاني. بعدها اتولد كلب أصفر، وبفضل حاسة الشم القوية اللي اكتسبها قدر يتبع ريحة صاحبته روس ويوصل لبيتها. بس في السكة قابل بلطجية كانوا بيحاولوا يضروها، فهجم عليهم لكنه وقع في البحر وغرق. بعد كده اتولد نحلة، راح معمل صاحبته واكتشف إنها بتشتغل على مصلى عشان تنقذ النحل من الانقراض. وفي لحظة حرجة شاف شخصين أشرار بيحاولوا يبدلوا المصل، فما ترددش وهاجمهم ولسعهم، وده خلاه يموت تاني. والأسوأ إن التجربة فشلت وصاحبته اتطردت من المعمل. كل ده كان القط بيتفرج عليه من السما. وقتها قرر يرجع يساعدها، المرة دي اتولد تاني كقط، ولسه راجع لقى صاحبته وقعت من على كوبري في البحر، فبدون تردد نط وراها عشان ينقذها. قدر فعلا ينقذها، لكن هو استخدم آخر روح عنده. الملاك اتأثر بشجاعته ووفائه وقرر يديه فرصة جديدة للحياة. وبعد فترة بنت صغيرة راحت ملجأ الحيوانات وقالت لمامتها عايزة أتبنى القطة دي، ولما القط فتح عينيه اكتشف إن البنت دي كانت بنت صاحبته القديمة،